ايه ده، انت هتقمص لي شخصية عمرو بيلا ولا ايه؟ عمل فيها عمرو بيلا وما عجبوش أكل مراته بعد غياب شهور بسبب الولادة، وجاب ورقة أول ما مراته شالت الأكل من قدام وعملت له وليمة نسيته الأيام الصعبة اللي عاشوها. كواليس وليمة داليا مصطفى لجوزها بعد غياب شهور بسبب الولادة. يا ترى إيه اللي حصل وليه عمل فيها عمرو بيلا وما عجبوش الأكل؟ يا ترى عملت أكل إيه؟ ومفاجآت كتير هتعرفوها معايا في الفيديو ده. ما ظهرتش في المطبخ بقالها أكتر من 3 شهور، لدرجة الناس افتكروها اعتزلت الطبخ ومش هتطبخ تاني، بس هي ردت عليهم عملي من قلب مطبخها على طول. كلامي هنا عن وليمة داليا مصطفى لجوزها شادي شاكر بعد غياب شهور بسبب ولادة زين ابنها، وإنها ما كانتش قادرة تعمل أكل وكانوا على طول بيجيبوا أكل من بره. جوزها أول ما شم ريحة الأكل ما صدقش نفسه خالص إنها دخلت المطبخ وهتعمل له أكل، فدخل بنفسه المطبخ يتأكد واتفاجئ إن داليا واقفة وبتعمل أكل وخبته منه وقالت له أنا بعمل لك مفاجأة وعملت لك اكل. قال لها ده بعد غياب شهور ما دقتش اكلك، وطار من الفرحه انه خلاص هياكل اكل بيتي مش اكل دليفري. داليا قررت تروق عليه بصينيه مكرونه بالبشاميل وحمام ومسحب، وهو اتفاجئ بالاكل وعدته انها تروق عليه كل يوم. انبهر طبعا بالحمام بتاعها والحشو بتاعها، بس عمل فيها عمرو بيلا وما عجبوش المكرونه بالبشاميل بتاعتها وكانت هتشيلها من قدامه، بس لحق نفسه. قال لها قصدي انك بتعمليها احلى من كده، والمره دي مش حلوه زي كل مره. بس قعد يغني للحمام بتاعها وقال انها احلى واحده بتعمل حمام في العالم. وناس كتير طلبوا الوصفه وقالت هتنزل فيديو على البيج بتاعتها طريقه الحمام والبشاميل خطوه بخطوه. اللي ما تعرفوش فداليا مصطفى هي سلفة ياسمين مرات حمو شاكر وحماتها ماما سناء، وكانت بتنزل فيديوهات تحديات وتمثيل مع سلفتها، وده بعد ما ماما سناء رحلت وسابتهم. فعملت بيج هي وجوزها شادي، واحده واحده كبرت وحققت ملايين المشاهدات. داليا بقالها فتره ما بتدخلش المطبخ، وده طبعا بسبب الحمل والولاده، وكانت تعبانه جدا وجابت زين فجاه وما كانوش مخططين للولاده ولا اي حاجه، وكله جه فجاه. لما خرجت شدت لها تعليمات ونصايح بعد ما سابت بيتها فتره الولاده، وقعدت عند مامتها اسبوعين. واول ما رجعت شادي طلب منها اكلات واصناف اشكال والوان علشان تعوضوا عن كل اللي شافه من تعب معاها وقله نوم وقله اكل كمان. بعدها ناس كتير قعدوا يسالوا عن سلفتها ياسمين، وزي ما ظهرتش كل الفتره دي وانها ما ظهرتش خالص، لحد ما قالوا ان داليا نقلت في مكان بعيد بياخد اكتر من 3 ساعات، فالمشوار بقى صعب قوي وعلشان كده مش بيخرجوا، لكنها وعدت جمهورها انهم هيشوفوها وهتروح اول ما تعمل عقيقه لزين، واللي لغايه دلوقتي ما اعلنوش هتبقى امتى، خاصه بعد اللي حصل. واما بقى حبت تروق على سلفتها جابت دليفري وعملت وليمه مشاوي بس جاهز، وساعتها قعدوا وقالوا لها تسلم ايد، ما هي برضه لسه والده ومعاها طفلين ولسه بتتاقلم، لحد ما عملت بنفسها وليمه لجوزها حمام ومكرونه ما فيش زيهم. عن حلم حياتها نفسها تفتح محل حلويات باسمها وتعمل فيه كل المواصفات واكلات وكل الحلويات والترف، وقالت هبدا بالمشروع ده في البيت الاول زي مناسبات كده لحد من قرايبها، وتعمل كاب كيك ودوناتس وكيك وتروق عليهم باسعار اقتصاديه. واحده واحده نفسها تحقق الحلم ويبقى عندها على ارض الواقع ولزباين اللي بيعشقوها. يا ترى بقى لما خلفتي ما كنتيش عارفه تطبخي من العيال ولا عرفتي تعملي وليمه حلوه زي داليا؟ شاركوني برايكم في التعليقات.